أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اكسبايرد. يمكن في البودكاست ده دايما بنحاول ناخد الأفكار القديمة أو الأفكار اللي بينتهي واللي مش بينتهي. بس النهاردة أنا حابة أتكلم على جملة للأسف بقت تتكرر كتير من أمهات كتيرة ومحتاجين نفسرها وقد إيه بتأثر في نفسية ولادنا ونفسيتنا احنا نفسنا. فكرة إن أنا ضحيت عشان أكون أمكم، وعارفة ان ممكن تكوني بتقوليها لان دي الحقيقة، انك فعلا ضحيتي باحلامك واختياراتك لمجرد ان انت تعرفي تربيهم او تاخدي بالك منهم. خليني اشرح لك الجملة دي قد ايه هتأثر في نفسيتهم او حتى هتأثر عليكي. قبل ما ابدأ بس انا عايزة اقول لك ان انا فاهمة دور الامومة قد ايه صعب وقد ايه عظيم، وقد ايه فكرة ان انت تاخدي بالك من شخص من اول ما بيتولد لحد بجد ما بيتجوز وبيخلف. هو الاعتناء بيهم ده ما بينتهيش، واحساس المسؤوليه المستمر، واحساس بالذنب لو قصرتي معاهم. كل الاحاسيس دي انا مقدراها وفاهماها كويس قوي. بس لما نوصل لجمله انا ضحيت عشان اكون امكم، او انا عملت كل ده عشان ابقى الام دي، الجمل دي للأسف بتتقال من أمهات كتير من الضغط اللي هم فيها. بس خليني أقولك إنه في دراسات نفسية كتيرة للأسف أثبتت إنه الأطفال اللي مامتهم دايما تذكر بطريقة أو بأخرى إنها ضحت عشان تكون مامتهم ورمت حياتها كلها عشان فداهم وعشان تقعد بيهم، كل الكلام اللي فيه إحساس زي ما نقول بالذنب، للأسف ده بيأثر عليهم في حياتهم وفي اختياراتهم وفي نجاحهم وفي فشلهم. لأن حتى لو هو مش فاهم الكلام ده حرفيا أو مش فاهم إنك بتقولي إيه، بيترسخ عنده فكرة الإحساس بالذنب إن هو السبب في تعاسة شخص تاني. فتخيل بقى لما يحس إن هو السبب في تعاسة مامته اللي هو أكتر حد هو مرتبط بيه ومتعلق بيه وبيحبه. أنا بغرس فيه إن أنت السبب في تعاستي دي، أو أنت السبب إن حياتي باظت. يعني أنت شايفة أنت بتحمليه ذنب قد إيه، حتى لو هي جملة أنت قلتيها بعصبية أو وقت كنت مخنوقة فيه. واللي وضح ده كمان كانت دراسة عملتها عالمة النفس مارغريت هيل في 2016، وأكدت إن الطفل لما يحس ان هو سبب في تعاسة مامته، هو بالعكس، هو اصلا الفترة دي احنا المفروض دايما نحسس ان هو سبب في سعادة مامته. يعني لازم دايما احسس ابني او بنتي ان هما السبب في اللي انا فيه ده كله وبسعادتي بيهم. لكن العكس اللي بيحصل، حتى لو الجمل دي انتي مش قصدك او مش بتعنيها حرفيا ليهم، بس ده بيخليهم يحسوا ان انا السبب في تعاسة الست دي اللي هي مامتي. فده بيخلي عنده احساس بالذنب، بيأثر في تكوين شخصيته اصلا. هنا بقى نخش في نقطة انا حياتي انتهت بعد ما خلفت. ليكي انت كأم، خليني اقولك انه للأسف ده اعتقاد عندك انت. بصي، هو شفت ان انت بقيتي ام جديدة او لسه مخلفة او خلفتي كذا طفل، هي دي فيز صعبة وبتخض ومليانة مسؤوليات ومليانة تحديات. بس انتي لو بصيت لها انها بدايه جديده، انا محتاجه روتين جديد، كاني خدتك كده وعيشتك في بيت تاني مثلا، روتين جديد وانتي محتاجه تاخدي عليه وتتعودي عليه، هتقدري تطلعي بجدول زمني، هتقدري تطلعي بسيستم تمشي عليه يريحك وفي نفس الوقت تعملي اللي انتي نفسك فيه. انا بقولش الموضوع سهل، بس هي فكره ان اعتقادك لوحده ان حياتك انتهت ده. وفي دراسة عملت في جامعة كاليفورنيا 2019 أثبت بجد إن هو بيعلي نسب الاكتئاب عند الأمهات، بيخلي عندهم ضغط نفسي كبير جدا، ما بيعرفوش يقوموا بدورهم صح، وكمان بيضغطوا على ولادهم، ما بيبقوش أكتر ناس داعمة لولادهم. بس إزاي أنت هتكوني أم مش سعيدة ومش مبسوطة وعندك اكتئاب وتضغطي على نفسك نفسيا، وفي نفس الوقت المفروض تبقي داعمة وبتسبورت ولادك وعاطفيا أنت اللي موجودة؟ ده مش هيحصل، أنت مش هتعرفي تعملي ده. فتخيلي كمان انتي بتأثري في دورك كأم اللي انتي اصلا محملاهم ذنب ان انا حياتي انتهت بسبب. فاتمنى ان احنا من اول البودكاست ده نبدأ نشيل كلمة انا حياتي انتهت بعد ما بقيت ام. دي لازم مش تبقى expired، لازم تترمي في الزبالة. انا عايزة بس اللي اوضحه كمان واقوله، وده كمان اتثبت بدراسات، بس والله هو حصل معايا طبيعي. يعني انا اصلا لما خلفت انا بقى عندي حافز اكتر ان انا اشتغل على نفسي وان انا احقق حاجات في حياتي عشان نفسي اشوف بنتي فخورة بيا. فانا مش بفهم فكرة ان الام شايفة ان حياتها انتهت وانا مش هعمل حاجة عشانكم، رغم ان هم اصلا ممكن يبقى السبب الوحيد الحافز انك تعملي كل حاجة نفسك فيها. فكرة البالانس ما بين الأمومة والذات ده دورك انتي، مش دورهم هما، ولا هما السبب فيه. لو بقيتي أم خلاص، مش هما السبب ان حياتك باظت، انتي السبب في ده لانك معرفتيش تنظمي ما بين الأمومة والذات. دوري كأم وان انا اكون متواجدة، ودوري كشخص مستقل وان انا احقق احلامي. وخليني بقى اوصل لنقطة ثالثة يمكن في بعض من الأمهات اللي حاسة بيها،
في امهات واصل معاها الاحساس بالامومه ان هم بيحسوا بالتقصير والذنب لو عملوا اي حاجه لنفسهم. لا، هو ده حاجة نفسية احنا لازم نحلها، ده احساس بالذنب في المطلق بدون سبب. لان بالعكس انت لما تعملي حاجات لنفسك وتوصلي لنجاحات، ده هيخلي ولادك فخورين بيكي، هيخلي ولادك ياخدوكي ايديال او قدوة في فكرة التوازن، وازاي ماما بتنظم وقتها، وازاي ماما بتبقى متواجدة معانا وفي نفس الوقت بتعمل كذا وكذا وكذا. ده هيخلي عندهم فكرة تحمل المسؤولية وتقسيم الوقت. يعني انت بتعلميهم اوريدي حاجات، بدل ما تقعدي تزعقي لهم يعملوها هم في البيت، ويا ابني اقعد ذاكر ويا ابني اعمل جدول، انت ممكن تبقي انت اصلا بتعلميهم الحاجات دي مجرد روتين حياتك ماشي ازاي. فدايما شيلي الجمل النيجاتيف دي، وحطي ان انا ولادي اول واكبر حافز ليا ان انا اشتغل على نفسي، مش اللي نهوا حياتي. ففي اخر الحلقة يا رب اكون عرفت اوجه الرسالة اللي انا نفسي اوجهها لاي ام. حاضر يا دودو. ان هي يبقى عندها طقطان ان بنتها وهي بتتكلم في البودكاست تكمل عادي. فاللي عايزه اقوله لك ان فكره البالانس والتوازن مش بتحصل 100%، ممكن تفشلي في حاجه كأم، او تفشلي في حاجه في شغلك وذاتك، بس دايما فكرة المحاولة ده اللي هيغير الواقع اللي انت فيه. وصدقيني انك تضحي بحياتك كلها عشان خاطر ولادك دي مش حاجة صح ومش حاجة حلوة، وبيطلع عليهم في الاخر في جمل زي الجمل اللي قلناها، وبيأثر على نفسيتهم ونفسيتك. وعمر ما ام سعيدة هتجيب ولاد مستقرين نفسيا او قادرين حتى يسعدوا نفسهم. افتكري ده كويس، وانا مش بقولك تكوني انانية، انا بقولك تحاولي توازني ما بين دورك كأم وانتي ذاتك ونفسك بتعملي ايه في حياتك. اشوفكم في حلقة جديدة من اكسبايرد، وهنشوف ايه اللي هيبقى اكسبايرد وهنرميه في الزبالة وايه اللي هيكمل معانا.